اكتر حاجه بتجنن اقارب المريض هو هدوء الدكاتره او برود الدكاتره. قرايب المريض فاكرين ان الدكتور هيبقى على نفس درجه القلق والتوتر اللي هما فيه، ومتخيلين ان الدكتور هيتشقلب قدامهم ومش بعيد يصوت ويلطم ويزعق ويقول لهم انتوا ازاي صبرتوا عليه لحد ما وصل للحاله دي، وانهم اول ما يدخلوا بالمريض المستشفى الدكتور هيطلع يجري عليهم والتمريض هيطلع يجري عليهم ومدير المستشفى هيجي والدكتور هيتصل بزميله ويتصل بالاستشاري كله يحضر فورا هنا، وهيرفع حاله المستشفى لحاله الطوارئ القصوى، وهيجمع كل ادوات الطب المخترعه قديما وحديثا، ويلا ندخل المريض غرفه العمليات بسرعه، وهياخد اهل المريض يدخلهم معاه غرفه العمليات بسرعه علشان يشوفوا مجهودات الدكتور بنفسهم علشان يبقوا مطمنين وان الدكتور مهتم مش بيطلصق، وهيطلب كل الدم اللي في بنك الدم. بعد توقعاتهم دي كلها في الاخر يجي لهم واحد لسه صاحي من النوم بيفعص في عينيه، لابس سماعه وماسك جهاز ضغط في ايده، وبيفتح عينيه كده وبيقول لهم هو اخر حاجه كلها كانت ايه؟ انت عارف انت عملت ايه يا دكتور؟ انت دمرت كل السسبنس اللي كان متوقع. وفي الاخر بعد ما يفحص يقول لا ده هو بيتدلع بس، اخر حاجه كلها كانت ايه؟ يا اخي والله العظيم تستاهل الضرب فعلا.